يمكن الماتش ده خلاني اقدر حسام حسن اكتر ما انا مقدره، من ناحيه ان احنا اقوى تقريبا احنا اقوى في افريقيا عموما. احنا اقوى دفاع. هاتلي في نادي هاتلي منتخب في افريقيا دفاعه زينا، قافلين الدفاع. هتقولي هجوميا ده احنا بقى ضايعين ومش شايفين وملموش ده الحته لوحده. بس انا قبل ما اكلمك عن الماتش انا عايز اقول حاجه واحده بس. هو احنا دوسنا على امتى جماهير الاسباني دي طرف؟ يعني هم صفروا على المنتخب الناشئين بتاعنا، وقاموا عمالين يشتمونا وعطوا على طول وشتموا المسلمين او اتريقوا عليهم او حاجه زي كده. انا ايه اللي جابني اصلا هناك؟ يعني انا ايه اللي جابني هناك؟ ما كنتش لعبت قدام اسبانيا اصلا. يعني لو الدنيا كده وتصفير وبتاع وشتايم وكل ده، طب ايه لازمتها؟ انا ايه اللي جابني هنا اصلا؟ ايه اللي جابني واشوف اصلا الجماهير دي اساسا وهي عماله تشتم وعماله تعمل وعماله تسوي؟ دي حاجه انا مش فاهمها. بس يا عم عدي. احنا لعبنا في اول ماتش، انا في اول ماتش قلت احنا هنتضرب 7 8 9. انا قلت جه في الاول، لحد ما شفت عمي وعم عيالي وتاج راسي. هم حاليا 3 بالنسبه لي: مصطفى شوبير، احمد فتوح، مهند لاشين. دولت بالنسبه لي عمامي. 3 من احسن 3 كانوا في الماتش. فتوح اللي مسك لامين يامال وما خلوش اصلا يبص قدامه. مهند لاشين اللي كان بيلعب وحيد في نص الملعب وعمال يقطع كوره ويسلم ويعمل ويسوي. مصطفى شوبير اللي انقذنا من كذا كوره كنا زمان المفروض مقصر ماتش 3-0 بس عشان مصطفى شوبير موجود. وكمان بيتقال ان في كشافين وبتاع ده. يعني انا كده كده خلاص ايقنت ان في عرض جاي في اخر الموسم لمصطفى شوبير، واتمنى ينجح يعني. بس احنا في اول نص ساعه ما جيناش. ما شفتش كوره، الاجنحه ولا اي حد بيتحرك اساسا، ولا زيزو اللي كان على اليمين اللي كان قلنا في السعوديه ان هو كان ماتش جامد. كان عامل ماتش جامد. بس انا قلت برضو انه لسه رتمه سريع، بس هو مش لسه بقى اللاعب الجامد اللي هو احسن لاعب في الماتش. مش ما شفتهاش. وبرضك مش عشان هو زيزو اللي كان راح الزمالك، لا مش دعوه بدي. اللي يلعب زيزو اللي هو في المنتخب مفيش. اسلام عيسى نفس الكلام، لعيب جامد وبيحفرك وبيجري وبيعمل، بس برضو امكانياته محدوده. مش عارف يعني ما عندوش بقى ايه اللعيب اللي عنده الامكانيات العاليه اللي هو يقدر يرقص اي حد يعدي 1 على 1 ولا سريع جدا. ما عندوش الحاجات دي، امكانياته محدوده. لكن هو بيجتهد بس. لكن فانت عندك الاجنحه مش عارفين يتحركوا. هيثم حسن لما نزل عمل كام كوره. هو كان بس مستني ال1 2. يعني هو اصلا لما بيتزنق بيحاول يرقص ولا يعرفش يرقص، بيدي ال1 وياخد ال2. هو عارف كده، هو بتستفيد منه، الناحيه دي بتستفيد منه. طب ما استفيد منه. انا في اول نص ساعه انا ما شفتش غير مهند لاشين كان بيقطع الكوره، كان بيسلم هو ما شفتش غيره. بعد النص ساعه ربع ساعه دي بقى الاخيره، لقيت بقى المنتخب كان بيتحرك، لقيت نص الملعب، لقيت امام عاشور، لقيت زيزو، لقيت ناس بتلعب كوره، ولقيت كوره بقى ان جت في العارضه من عمر مرموش، اللي دي اول فرصه جت. دي جت في الدقيقه 28، اول فرصه اساسا بس اللي عرفت اعملها. بعدها ولا عارف اطلع بالكوره ولا عارف اتحرك. وكل شويه عمال اتحرك من على الارض. كل شويه ياخد الكوره يقوم يرجعها ده لدرجه ان حاتم بتيشا اللي هو المعلم المباراه قال لو احنا عمالين نسلم الكوره من الباك للمدافع، المدافع للباك، عمال يقول تيكي تاكا مصريه. هو بيتريق عشان هو شايف حاجه غريبه، شايف ان احنا مش عارفين نطلع بالكوره. هو زهق خلاص. لكن انا الماتش ده خلاني ان انا اقدر كابتن حسام حسن جامد جدا. وخليني ان انا اقول ان هو بالنسبه لي، يعني بالنسبه لنا بامكانيات قليله قادر يعمل حاجه. هتقول لي اللعيب اللي عنده امكانيات قليله، ما عندوش اجنحه. ايه جناح الشمال؟ تريزيجيه مش كويس. اسلام عيسى مش كويس. ابراهيم عادل ما هو نزل اخر ربع ساعه في السعوديه ومش كويس. وكمان في الدنمارك تقريبا ما بيلعبش تقريبا. هو دكه بينزل اخر ربع ساعه ده تقريبا يعني. شايف كام حاجه. هو محتاج ان هو يغير، بس هو مش عايز ياخد الريسك.
انا كنت شايف ان في ماتشات الوديه دي ماليش دعوه انت بتلعب قدام منتخب مين، يا عم اخسر 8 بس شوف اللعيبه. اجرب مثلا ان انا اجي احط البريم عادل من ناحيه الشمال واشوفه اساسي كده 90 دقيقه اشوف هيعمل ايه، او قصدي 50 دقيقه 40 دقيقه اي حاجه، شوط اول بس اشوفه. بعديها على اليمين اشوف زيزو، بعدها اشوف هيثم حسن اول ما يبتدي الماتش، بعدها اشوف مثلا لاعب تالت. ما هو الماتشات الوديه عشان كده، الماتشات الوديه ان انا اشوف اللعيبه هتعمل ايه. فعندي حسابات في كاس العالم انا هعمل ايه. انما انا بقى عشان بلعب دول اسبانيا فتعادل معاه، ده انا كده عملت انجاز. لا، ما عملتش انجاز، ما عملتش انجاز خالص. طب الاسباني كان المفروض يكسب، بس هو عندك واحد فحل اسمه مصطفى شوبير، ولازم ادي كل واحد حقه. مصطفى شوبير هو احسن حارس. مصطفى شوبير هو في اخر الموسم انا بقول لك اهو، يعني لو اداره الاهلي ما عندتش يعني هيطلع بره. هيبقى اول حارس مصري تلعب في اوروبا تقريبا، اول حارس، او في حارس تاني تقريبا ابن كابتن كبير معرفش يعني. ده اول حارس في اوروبا، فدي حاجه كبيره قوي. لكن انا عايز اكلم كابتن حسام حسن واقول له انه لازم يلاقي حلول هجوميه. لازم المفروض بخطه كابتن حسام حسن اللي بيطلعك بالهجوم ده هم الاجنحه، ده المفروض. لكن انا لما باجي ابص ان عمر مرموش هو تحسه ان هو بعيد، يعني مستواه كده ليفل 10 ودول ليفل 2. هتيجي تقول له ليه ما بيعملش بقى هو بقى يتحرك ويجري؟ لا، ما هو مش لاعب لوحده، مش بيلعب لوحده. لا، عمر مرموش لاعب جامد بس محتاج لعيبه يعني تلعب معاه وتوصله للجون. يا جماعه هيثم حسن بالنسبه لي، بالنسبه لك والله جناح جامد قوي، جناح جامد قوي. يعني انا شايف كده، وشايف ان هو في الموسم الجديد هيطلع نادي كبير. لان عاده اي لعيب بيطلع المنتخب اعرف على طول ان هو طالع نادي كبير، لان دي كده حسابات ان بيطلع المنتخب وبيلعب ده لازم يطلع اوروبا. فانا بقصد بكلامي ان عمر ان اللعيب مش عارف تساعد عمر مرموش، مش عارف توصل له الجون، مش عارف يتحرك. هيثم حسن عمال يبصي مثلا يعمل 1 2، يعمل 1 مثلا مع محمد هاني مثلا بدل ما يديها له يبصيها لورا، مع انه يقدر بصير. يعني هو يعني محمد هاني هو يبص سهل، يعني باص سهل يديها الطول هيثم حسن يكون عدى مثلا ويفضل له واحد يعدي منه. فدي الحاجات بتضايقني ليه؟ ان برضك التفاصيل دي يا جماعه بتفرق في كاس العالم، تفرق قوي في كاس العالم. هتفرق قوي ال1 2 دولت يطلعوه جون. ما انا يا جماعه انا متاكد انا خارج من منتخب مصر ده هطلع ادافع مع كل المنتخبات، حتى نيوزيلندا هطلع ادافع. مع ايران لو دخلت كاس العالم هدافع، مع بلجيكا هدافع، ومع نيوزيلندا هدافع. ما انا هدافع مع كل المنتخبات دي. انا يا جماعه عندي مشكله ان انا مش عارف في الحاله الهجوميه لما الاقي فرقه قدامي عايز تركن الاتوبيس انا اعمل ايه. لو انا العب قدام لو انا مثلا هلعب قدام منتخب ايطاليا هو هيدافع، انا هعمل ايه؟ دي الفكره. انا عايز الاقي حلول هجوميه العب بيها. اديني حلول هجوميه، اديني ان اللاعب ده هو اللي هيقدر يحركني، بس كذا كذا طريقه عشان اعرف اعمل ايه. انا ما عنديش نص ملعب يحرك الباص بطريقه سريعه جدا اللي هو اول ما يستلم الكوره يعرف يباص صح. ما عنديش ده، ما عنديش الاجنحه اللي تعمل كده. فما تلاقي ان عمر مرموش اول ما يستلم الكوره يدي الباص وبعايز الباص التاني، او هيثم حسن او الناس دي اللي هي بتلعب في اوروبا، فبتلاقي ان اللعيب المصري بيهنج. انت عايز ايه دلوقتي يا ابني؟ لكن انا مقدر كابتن حسام حسن وحابب ان الاستمرار بتاعه، واتمنى انه يلاقي الحلول الهجوميه في الماتشات اللي جايه. كده كده خلاص بقى فض بقى المعسكر ده، ونرجع بقى لام الدوري ومصر والزمالك ومش عارف ايه، والاهلي هيلعب عنده 6 ماتشات في الدوري، وعنده شباب بروزات في الزمالك، وعندك حوارات في الماتشات الجايه. وبعديها هتقابل بعد التوقف، بعد انتهاء الموسم هتقابل البرازيل. كده البرازيل ضايعه، لكن هتقابلها وهتشوف بقى ايه اللي هيحصل في الماتشات ونكسب نعمل. بس انا مش عايز ان انا كل ما العب قدام منتخب تقيل ادافع بس، لا انا عايز الاقي حلول هجومي ان انا اعرف اطلع بكوره واعرف اعمل هجمه. انا مطلع حمدي فتحي مدافع عشان اعرف اطلع بالكوره،
طب ما اخلي ياسر ابراهيم ابدله واخلي رامي ربيعه او حسام عبد المجيد. لا، بيعرف يلعب برجله. طالما انت نزلت حمدي فتحي كمدافع، فانت بتنزله عشان بيعرف يلعب كوره، بيعرف يلعب برجله. ده المفروض. لو مش عشان كده فانت كحيان. فانت ليه ما تلعبش مثلا جنب حمدي فتحي واحد زي حسام عبد المجيد او رامي ربيعه؟ مش لسه ابراهيم لاعب جامد جدا، مدافع جامد جدا، بس قصدي كانت لعب الكوره. وقصدي ان الاقي المدافعين عمال يطلعوا بالكوره، خط الوسط عارف يطلع الكوره ازاي برجله. انا لازم الاقي منتخب كده بيعرف يطلع الكوره برجله. ماتش كويس، وهنخش بقى على مجموعات الدوري باذن الله الماتشات الجايه. واتمنى في تفكير حسام حسن في الحلول الهجوميه. متنساش لايك اشتراك. سلام.